السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ونبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو يخش يعمل لي لايك واشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمام يا حبايبي؟ بالله عليكم امنتوك امانه، كل اللي يخش يصلي على الحبيب في الكومنتات ويعمل لي لايك واشتراك وكومنت. مش عايز تعمل كومنت اعملوا ايموشن. تمام يا حبايبي؟ ده كان غدا النهارده، عملت كشري بيتي كده تحفه، حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز عامل ازاي، بصوا انا بحبه كده زي ما انتوا شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. الطريقه دي انا عملتها ازاي؟ انا بجيب بصلايه ببشرها، بحط عليها الشعريه وبحمرهم في بعض لحد ما يبقوا ذهبي كده. تمام يا حبايبي؟ بنزل عليهم العدس اللي هو الاسود، العدس اللي هو ابو جبه الصغنوني ده. تمام؟ طبعا بكون سلقاه نص سوا، بنزل عليه على الشعريه والبصله، بقلبهم شويه، بعد كده اروح حاطه عليهم الرز واسيبهم يستووا. كشري الحله الواحده واسيبهم يستووا. بحط شويه كمون، فصين توم مدقوقين، ده كل ده على الكشري، وبحط شويه ملح وواحده ماجي، وطبعا بسوي الكشري بالميه وبغطيه ويستوي. تمام يا حبايبي؟ ده الكشري العادي بتاعنا، الكشري البيتي انا بعمله بالطريقه دي. وبعد كده بسلق المكرونه عادي خالص، طبعا دي مش محتاجه شرح. وبعمل التقليه، بحط التقليه في الطاسه، بحمرها. عايزاها تنشف معاكي بسرعه وتبقى مقرمشه، حط لها ندعه ملح وانتي بتحمريها. بعد كده طلعيها حطيها على كلينكس في طبق كده، الكلينكس هيشرب كل الزيت وهتبقى معاكي مقرمشه وحلوه جدا. تمام يا حبايبي؟ حمص الشام انا عملته ازاي؟ جبت حمص الشام نقعته حوالي ساعتين في ميه، غطيته بميه كده، غسلته وغطيته بميه. بعد كده حطيته على النار، مليت الحله 3/4 ميه كده عشان هو بيستوي، طبعا هو بيستوي الميه بتنقص. مليت الحله 3/4 ميه وحطيت الحمص. بعد كده في الخلاط جبت حوالي نص كيلو طماطم على بصلايه على فصين توم، ضربتهم مع بعض، رحت حطاهم على الحمص، وحطيت واحده ماجي، شويه كمون، شويه سنه كزبره ناشفه، وبقى بالمنظر ده. هو بشوربه بس احنا بنحبه كده على الكشري. تمام يا حبايبي؟ ودي طريقه الكشري، اتمنى تجربوها وتعجبكم، وكل اللي جربها يخش في الكومنتات يقول لي انا جربتها. وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين. تمام؟ وتتابعوني على التيك توك وتابعوني على اليوتيوب. السلام عليكم.